إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. تعهد الإريتريين المقيمون في مدينة ستوكهولم السويدية والدوحة القطرية ودنفر الأمريكية وروما الإيطالية والنمسا لدى إحيائهم يوم الشهداء على تنفيذ أمانة الشهداء بالعمل. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية سيد يوناس مانا في مناسبة إحياء يوم الشهداء في ستوكهولم: إن شهدائنا في قلوبنا دوما، داعيا الشعب في الداخل والمهجر للزود عن الاستقلال وبناء الوطن. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في مدينة روما السيد عقباي فرمدهن في مناسبة إحياء يوم الشهداء: إن هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد لتنفيذ أمانة شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم لننعم نحن بنور الاستقلال. وتم التبرع في المناسبة بمبلغ 30,035 يورو، وهو ريع بيع الشموع وأنشطة أخرى لصندوق أمانة الشهداء. وأكد الإريتريون المقيمون في دنفر الأمريكية في مناسبة إحياء يوم الشهداء على مواصلة البرنامج الذي بدأوه لرعاية أسر الشهداء. وجدد الإريتريون المقيمون في الدوحة القطرية العهد لرعاية أسر الشهداء. وأوضح سفير إريتريا السيد علي إبراهيم أحمد في المناسبة بأن السلام والاستقرار اللذين تنعمان بها إريتريا ثمرة تضحيات الشهداء، داعيا المواطنين لتعزيز المساهمة في برامج التنمية الوطنية. كما أحيا الإريتريون المقيمون في مدن النمسا يوم الشهداء، مؤكدين على استعدادهم لرعاية أسر الشهداء. يتم بناء سد جديد في منطقة حشفراي بمديرية حجات لحل مشكلة النقص في المياه وتنمية المياه الجوفية. وقال المهندس مرهاوي تسفاي من مكتب وزارة الزراعة في المديرية الذي يتابع أعمال البناء بأن السد الذي يشيد بتضافر جهود السكان والجيش الشعبي سيساهم في التنمية الزراعية وتوفير المياه لمناطق فانا وبادوب وحشفراي وعد الأمين وعد حمد وعد نصور وغيرها من القرى، وري مساحة 300 هكتار من الأراضي الزراعية. وذكر السيد برهان بطو أملاخ من حجات المشاركة في العمل أن المنطقة كانت تعاني من شح المياه، معربا عن أمله لانتفاء المشكلة مع الانتهاء من بناء السد. وأشار السيد إفريم برهي والسيد عثمان عمر من الجيش الشعبي أن البرنامج له دور كبير لإنجاح برامج التنمية واكتساب الخبرة، مؤكدين العمل لتحسين معيشة الشعب. وقال الملازم مبرهت جبر سلاسي أنهم يعملون لتنفيذ أمانة الشهداء ونقل التاريخ للأجيال، موضحا عن وجود برنامج بناء المدرجات والحواجز أعلى السد لحمايته. أفاد مسؤول فرع وزارة الزراعة بمديرية نقفة السيد جابر صالح عن حسن أوضاع شتول أشجار فواكه المرتفعات المقروصة مؤخرا. وأوضح عن شتل أكثر من 10,000 من الكوخ والزيتون والتفاح في منطقة فيديل بي تحت رعاية خاصة، مما شجع على توزيع شتول إضافية على الفلاحين للتوسع في نشرها بالمنطقة، مضيفا بحسن أوضاع الشتول المغروسة لجميع المزروعات في مناطق لابا وأندلال وبقلة بشكل عام. ومن جهته أوضح خبير تنمية البذور بفرع وزارة الزراعة بمديرية نقفة السيد تسفى ألم زودي عن نجاح الشتول المغروسة في منطقة فيديل بي بالكامل والبالغة أكثر من 5,000 شتلة في مساحة 5 هكتارات، مثنيا عن أوضاع المزروعات في المحمية والبساتين، مضيفا عن عزمهم توزيع 5,000 شتلة إضافية مجانا على السكان خلال الفترة المقبلة ضمن مشروع التعاون القائم بين إدارة إقليم شمال البحر الأحمر ووزارة الزراعة. هذا وتفيد تقارير فرع وزارة الزراعة بمديرية نقفة عن غرس نحو 200,000 شتلة خلال العام الجاري بالمديرية. أشاد سكان منطقتي حلحل ومي أولاد عن حسن فوائد أنشطة المحافظة على المياه وحماية التربة من الانجراف المنطلقة منذ شهر يناير الماضي. وتشهد الأنشطة التنموية مشاركة واسعة من أفراد الجيش الشعبي والسكان، وقد تم حتى الآن تشييد أكثر من 700 كيلومتر من الحواجز والمدرجات المائية، إلى جانب رعاية شتول أشجار الزيتون والكوخ والمانجو والبن المغروسة في المنطقة. وقالت السيدتان مدينة إدريس وحليمة عمر المشاركتان في النفير عن اكتسابهما لخبرات عملية في فوائد المحافظة على المياه والتربة على مزارعهم، إلى جانب تنمية المراعي في المنطقة بعد معالجة مساقط المياه.
ومن جهته أفاد مدير بلدة حلحل السيد برهان كحساي عن حماية الحواجز السلكية لبساتين البلدة على نحو كبير، مشيرا إلى عزمهم إلى صيانة مجاري السيول في المنطقة. كما أفاد مدير إدارة الضواحي ماي أولاد السيد عقبة سلاسي كيداني عن فوائد أنشطة المحافظة على المياه والتربة في زيادة المردود الزراعي، كاشفا عن وجود برنامج لصيانة الطريق الرابط بين بلدتي حلحل وملوبسو خلال الفترة المقبلة. وبدوره أوضح قائد وحدة الجيش الشعبي الناشط في العمل السيد محمد نور محمد علي عن استعداد أفراده في مساعدة الشعب في جميع البرامج التنموية، مشيدا بمشاركة المرأة الفاعلة في العمل. تلقى 65 من أعضاء وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية بشأن الاستخدام الجيد للأدوية وأضرارها الجانبية. وقال المدير الطبي لمستشفى عصب الدكتور ولداي أبراهام إن الاستخدام الجيد للدواء يعني استخدام الأدوية المقررة لك من الطبيب، موضحا بأن أخذ أدوية دون وصفات طبية يؤدي إلى أضرار صحية. وذكر السيد جميد علي والسيد أمانييل يوهنس المشاركان في الدورة أن الدراسة التي تلقوها تدعم معرفتهم السابقة وتساهم في عملهم، مؤكدين العمل لتوعية الشعب باستخدام الجيد للأدوية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد أسفاو قبر ميكائيل في ختام الدورة أن تنمية القدرات البشرية من أولويات الحكومة وتنفذ بمنصرفات كبيرة، مشيرا إلى نشاط وزارة الصحة لتأهيل وتدريب أعضائها العاملين في المناطق النائية. أوضح مسؤول الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية في المديرية الجنوبية الشرقية في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ طقاي سمرة أن الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية المنتظمة في مدارس الإقليم تساهم في رفع قدرات الطلاب وتأمين صحتهم. وقال في ختام الأنشطة التي جرت في المدرسة الفنلندية إن هذه الأنشطة تعمل على ضمان إصحاح البيئة واستكشاف المواهب وإرساء روح المنافسة، موضحا عن مشاركة أكثر من 22 ألف طالب في البرنامج هذا العام. وذكرت مسؤولة التعليم في المديرية الجنوبية الشرقية سيدة زايد مسفن أن البرنامج له دور كبير لاستكشاف القدرات والميول والحفاظ على قيم المجتمع. وذكر الطالبان بيتلهيم ميكائيل ويوئيل تمسجن أن الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية تساعدهم للتفوق في دراساتهم إلى جانب بناء الجسد والعقل. في غضون ذلك اختتم أسبوع الشباب في مديرية سارجقة الذي اشتمل على مسابقات المعلومات العامة والخطابة والحوار ومنافسات كرة القدم والسلة والألعاب الشعبية. افتتح يوم أمس الاثنين في العاصمة أسمرة معرض فني للفنان الراحل بينة هيلي بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته، ويضم المعرض لوحات تشكيلية للفنان الراحل بينة رسمها في الفترة من عام 1950 وحتى عام 2010. وصرحت زوجة الفقيد السيدة فروينة هيلة مريم والشاب إسياس بينة بأن الهدف من المعرض تعريف الجانب الفني لشخصية الراحل بينة هيلة لدى الشعب الذي يعرفه ككاتب فقط. هذا وقدم الفنان ميكائيل كيداني لوحة تشكيلية لشخصية الراحل بينة هيلة كهدية لأسرته تعبيرا عن إسهاماته الفنية الكبيرة. هذا ويستمر المعرض المقام في صالة آرت جاليري في العاصمة أسمرة حتى يوم 29 من شهر يونيو الجاري. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. قتل 8 جنود هنود في إقليم كشمير الحدودي جراء هجوم مسلح من قبل مسلحين هناك. وقال متحدث عسكري بأن الهجوم وقع إثر مهاجمة مسلحين لدوريات عسكرية هندية في المنطقة، مما أدى إلى مقتل 8 جنود وإصابة 6 آخرين بجراح مختلفة.
فيما اتهم مسؤول أمني بتسلل المهاجمين من الجانب الباكستاني من الإقليم المقسم بين البلدين، مشيرا إلى أن الهجوم هدف إلى تصعيد الأوضاع الأمنية قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ المرتقبة لولاية جامو وكشمير اليوم الثلاثاء. هذا وأعلنت جماعة حزب الله مجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم، متوعدة بمضاعفة هجماتها ضد القوات الهندية في المنطقة. يذكر بازدياد الهجمات العنيفة ضد القوات الهندية في ولاية جامو وكشمير الهندية منذ شهر مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل 27 جنديا هنديا. يشار إلى خوض الهند وباكستان حربين في تاريخهما بسبب التنازع حول ملكية إقليم كشمير الحدودي. تجددت المظاهرات الشعبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يوم أمس الاثنين، مخلفة مقتل شخصين على الأقل. وجاء تجدد المظاهرات احتجاجا على شروط الرئيسة ديلما روزيف على مطالب المحتجين المقتضية بمحاربة الفساد في البلاد وتحسين خدمات أوضاع النقل العام. وأفادت الأنباء بأن المظاهرات بدأت سلمية قبل أن تندلع اصطدامات عنيفة مع قوات الشرطة في وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل محتجين 2 بسبب إطلاق الشرطة للغازات المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية. هذا ويطالب المحتجون بضرورة محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ونقل، منددين باتساع رقعة الفقر على الرغم من إنفاق البلاد لعشرات مليارات الدولارات لاستضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم في السنة المقبلة والألعاب الأولمبية في عام 2016. يذكر ببدء الاحتجاجات الشعبية في مدينة ساو باولو مطلع شهر يونيو الجاري قبل أن تمتد إلى بقية أنحاء البلاد بما فيها العاصمة برازيليا ومدينة ريو دي جانيرو الساحلية. أعلن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني اليوم الثلاثاء تنازله عن السلطة لابنه ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل الثاني. وحيا الأمير حمد اليوم الأمير الجديد خلال مراسيم رسمية في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة. وكان الأمير حمد قد أوضح خلال خطاب متلفز عن أمله في أن تساعد عملية انتقال السلطة في الدفع بتطوير الدولة والشعب القطري. يذكر بتولي الأمير حمد البالغ من العمر 61 عاما للسلطة في عام 1995، فيما يبلغ الأمير الجديد الشيخ تميم 33 من عمره. هذا وتحتل قطر المرتبة الأولى عالميا في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ عدد سكانها نحو 2,000,000 نسمة جلهم من الأجانب. أعاد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يوم أمس قطع أراضٍ إلى نازحي الحرب في شمال البلاد. وجرت عملية إعادة تسليم الأراضي للنازحين في احتفال رسمي ببلدة كارمين دي بوليفار الشمالية، إحدى معاقل حركة فارك المعارضة. وجاء تسليم الأراضي للسكان وفقا للاتفاق بين الحكومة وحركة فارك خلال شهر مايو المنصرم بضرورة تحسين ظروف معيشة سكان المناطق النائية من البلاد، علما أن الأراضي المعادة كانت قد سيطر عليها الجيش الكولومبي سابقا بصورة غير قانونية بعد تهجير سكانها الأصليين. هذا وتتواصل مفاوضات السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك المعارضة في كوبا أملا لإنهاء الصراع المسلح بينهما منذ عام 1964 الذي خلف مقتل أكثر من 100,000 شخص ونزوح عشرات الملايين عن ديارهم. أرسلت الحكومة الإندونيسية اليوم الثلاثاء 2000 عنصرا من قوات الجيش والشرطة إلى جزيرة سومطرة للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المشتعلة هناك. وأوضح الرئيس الإندونيسي سوسيليو بامبانك عن بذل قصارى جهدهم للسيطرة على الحرائق المستعرة في الجزيرة منذ أكثر من أسبوع، والتي أسفرت حتى الآن عن خسائر مادية تقدر ب20 مليون دولار أمريكي. وكان الرئيس الإندونيسي قد قدم اعتذارا رسميا يوم أمس للدول المجاورة جراء السحابة الدخانية الناجمة عن حرائق الغابات في بلاده، والتي أدت إلى أسوأ حادثة تلوث جوي في منطقة جنوب شرق آسيا منذ 16 عاما، علما بأن الحرائق اندلعت بسبب عمليات اقتطاع الأشجار بصورة غير قانونية وسط أشداد موسم الجفاف الضارب للمنطقة.